السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض العاشوره باللبن بطعمها الجميل اللي كلنا بنحبه. هقول لكم على المقادير والخطوات بالتفصيل عشان تطلع معاكي كريميه وطعمها رائع من اول مره. يلا بينا نبدا ونشوف هنعمل ازاي العاشوره المظبوطه النهارده معانا. اول حاجه انا عندي هنا نص كيلو غله بليله. بجيبها بنقيها كويس وبعد كده بغسلها كويس قوي مره واتنين وتلاته لحد ما الميه تبقى نضيفه خالص، وبعد كده هسيبها في الميه دي منقوعه لمده ساعتين. بعد ساعتين بتلاقيها لونها اتغير كده وبدأ لونها يبيض شوية. هحطها على النار على طول في حلة فيها مية وهسيبها تغلي لمدة نص ساعة. واي ريمة هتلاقيها على الوش كده بتظهر معاكي لازم تشيليها على طول. وبعد كده هتغطيها وسيبيها نص ساعة كده تغلي كويس قوي، وبعد كده هنسيبها ونغطيها، نطفي عليها النار وهنغطيها ونسيبها. هنا بعد ما كنا خلاص سبتها زي ما قلت لكم نص ساعة وغطيتها وسبتها، يعني قعدت ساعة او اقل من ساعة كمان، وكانت الحباية الغلة كده فنشت وبقت الضعف كده يعني. هاخد حبة بس كده على جنب لوحدهم، هضربهم بالهاند بلندر عشان عايزاهم يبقوا ناعمين شوية يعدلوا معايا، يعني البليلة او العاشورة بتاعتنا تبقى فيها حبة كده ناعمين وحبة خشنين، يبقوا شكلهم حلو حتى في طعمهم بعد كده بعد ما نجهزهم يعني. هكبهم عليهم وبعد كده هنقل العاشورة بتاعتي على النار. هسيبها اول ما تبدأ تغلي معايا هنزل عليها بحوالي كيلو ونص لبن او حليب، وبعد كده هنزل عليها بمج ونص سكر. طبعا السكر ده حسب الرغبة زي ما انت عايزة، بس انا لسه هضيف اضافات تانية فعشان كده انا حطيت مج ونص بس سكر. عندي هنا حوالي كوباية ونص حليب تانية، هحط لها 3 معالق نشا، يعني هو الكيس ده حوالي 3 معالق، وهحط لها كيس ايس كريم فانيليا. ولو عندك كمان بودرة عندك اقصد كريم شانتيه حطي معلقتين، بيديها طعم حلو قوي. هقلب الخليط ده معايا كويس قوي عشان بس اتفادى اي تكتلات من النشا ولا بودرة الايس كريم، وبعد كده بالهاند بلندر كده هضربها كويس قوي. هتلاقيه يعني ذات الحجم بتاعه. طبعا المقطع اللي انا حطيت فيه الخليط ده ما تصورش للاسف. واخر حاجه حطيت كيسين فانيليا وبعد كده قلبتها. طبعا بتسيبيها تغلي شويه بعد ما بتحطي خليط اللبن بالنشا كده، بتسيبيها تغلي شويه وبعد كده بتطفي عليها. اخر حاجه بتحطي الفانيليا وبعد كده بتطفي عليها. هنغرفها في الاطباق زي ما انتم شايفين كده. وهعمل كمان آه كام برام كده هحطهم في الفرن يعني. خلاص الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين، وهحط عليها المكسرات